كنظن اخويا الهندوز، احنا كنمروا بفترات، فتره ديال المراهقه في استعمال السوشيال ميديا، بكل وضوح. هذه المراهقه هذه تتجلى في تحياتي لك، راك فهمتيني في الغالب. هذه المراهقه هذه ماشي حصر على الشباب فقط، بل اعوص من هذا، كتبدا من الشباب وكتوصل حتى للشيوخ، ونزيد عليهم حتى المشايخ بلحيهم. المشكل فين كاين؟ ماشي هو دي اند ريزولت، معناتها لو ريزولتا فينال، ولا فاش كيتشد لنا شي واحد بحال هكا باش يكون مفروض علينا اننا ندخلوه للحبس، مع العلم ان الدوله هي المفوض لها من طرفي ومن طرفكم ومن طرف 40 مليون ديال البشر في واحد البلاد كنسميوها المغرب. الدوله هي اللي مفوض لها الوحيده انها تستعمل العنف، وهذاك العنف غندخل فيه هو عنف رمزي، ماشي تستعمل العنف على انها تعطينا العصا في الزنقه، بل تفويض. على ان هذاك اللي ما كيصليش، ما من حقيش انا نجي نقول له اذا ما كتصليش يقام عليك الحد، لان ماشي بيديك انت السي محمد انك دير شي حد ولا ماشي حد ولا السبت. هذه وحده. هذاك اللي باغي يدخل للبار، انت ماشي من حقك انك تقول له لا خصك تمشي للجامع. علاش؟ هادو غير جوج ديال الامثله. علاش؟ لاننا على حسب ظني كدوله في طريقنا لبناء شنو؟ دوله مدنيه حديثه. فاش كنقولوا دوله راه داخل فيها الهندوز، وداخل فيها انا، وداخل فيها السي عبد الرزاق، وداخل فيها مروكو، وداخل فيها 40 مليون. لان حنا ديما كنحاولوا اون فو ديسوسيي الدوله منا حنايا، وحنا هما الدوله. انا وياك 40 مليون نسمه، حنا هما الدوله بجميع توجهاتنا الفرديه، وبجميع المعتقدات اللي فيها، لا الديانات ولا الافكار ولا معناتها حتى مظهورات ديال 40 مليون ديال البشر كيعطيونا واحد الدوله. اذا بعض المرات خاصنا نسولوا راسنا حنا فين غاديين، حنا في مجملنا. واش باغي نزيدوا لقدام، واش باغي نمشيو على اليمين، واش باغي نصوتوا على اليسار؟ كل واحد عنده الاختيار ديالو. وهنا غنجي لواحد النقطه مهمه، وكنشكر الهندوز على انه اثارها بواحد في جماليه سميتو التصوير ديالها. قال لك الدوله تمشي على صراط مستقيم. قلتها وشدتني التبوعيش، على ان بصح حنا كدوله كنمشيو على صراط مستقيم، لان الدوله عندها. علاش قلت اخويا علاش قلت اخويا اليونس؟ علاش قلتها؟ برافو لك، لان المداخله ديال خويا اليونس مداخله عقلانيه، وانا اريد ان انبه هؤلاء الذين يخوفون المغاربه او يرهبون المغاربه من انهم زعما خصهم يكونوا ان بروتوتيب مخدوم من جهه، وخص كل شيء يتبع ذاك البروتوتيب اللي تخدم. ان اليوم اعطيكم انا مثال بسيط. الدوله المغربيه كتجيها توصيات، ماشي الدوله المغربيه بوحدها، جميع دول العالم الغير الناميه كتجيها توصيات من الامم المتحده. التوصيات الاخيره يعني اللي في القرن، في ربع القرن الاخير، هي التوصيات ديال بكين والتوصيات ديال بكين 25. هاد التوصيات هذه كانت عندها فيها بزاف الامور اللي ذات ارتباط بالاسره والفرد بعقله، اللي كتوشي في قيمه. مثلا من بين التوصيات تقدر تجي الامم المتحده وتقول لك اودي يجب ان يتم تحليل الاجهاض، ماشي تحليل، عدم تجريد الاجهاض. تجي الامم المتحده والدوله كدير ليكيليبر ديالها، كتقول اودي انا دوله عندي شعب مسلم، ما غاديش نجرم، غادي نجرم الاجهاض، غادي نجرمه، ولكن راه للطبيب الحق في ان يعطي، ماشي يفتي، ان يعطي الحق لتلك التي ستقوم بالاجهاض. والدليل مثلا هنايا هو ما وقع مع اختنا هاجر الريسوني، كيف تعاملت مع هذه الدوله وكيف استفادت من عفو ملكي قبل مرورها للمرحله النهائيه من الحكم القضائي ديال كيقولوا. عطيك انا مثال بسيط. الامم المتحده في التوصيات ديال بكين
علاش قلت قبيله الصراط المستقيم؟ صراط مستقيم. الدولة فيها الكريديات، الدولة ليست دولة قوية اقتصاديا، الدولة عندها إرهاصاتها المادية وعندها فلوس كتسنى وخصها باش تخدم وخصها باش توقف، ولكن مع ذلك تريد أن تحافظ للمغاربة على هويتهم، تريد أن تحافظ للمغاربة على من؟ على ذاك الكونتكست اللي يجمعهم وما يشتتهمش. مثلا تجي الدولة تقول لك ودي راه ما عندكش الحق تطاد، انت يا واحد ليس مسلما او لا يريد ان يكون مؤمنا بالمره. فكتجي الدولة وكتقول لك ودي وي انا ما غاديش نقول بانه للملحد الحق في ان يخرج في الشارع وينشر الحاده، ولكن للملحد الحق ان يبقى في خانة ضيقة، لأنه لا يسألنا في المغرب أحد هل نحن مسلمون أم غير مسلمون أو متدينون أو غير متدينون. الدولة مثلا دارت قوانين، وديك القوانين اللي دارتها باش تحافظ بها على دائما هاد اللحمه اللي كتسمعوا صافي واحد جوج خطابات ملكيه كيتكلموا فيها، يتكلم فيها سماجست تاع اللحمه الوطنيه. راه هاد اللحمه راه يتم التاسيس لها منذ سنين، والدوله تؤسس للحمه. فكيجيك كيقول لك ودي انت ما صمتش رمضان، ما صمتش رمضان، ما يدقش عليك شي واحد يقول لك سحرت، صورنا راسك مسحر، فطرت صورنا راسك فطرت، كليت، لا لا. بل اكثر من ذلك، الرؤيه والمقاربه باش غاديه الدوله هي رؤيه شويه متفتحه. علاش انا كنقول بانه في عديد من المرات اجد بان المؤسسه الملكيه اكثر تقدميه واكثر يعني تفتحا من بزاف ديال الناس اللي كيبان لهم بانهم هما تقدميين. والدولة في حد ذاتها مثلا المؤسسة الملكية أكثر ارتباطا بالإيمان من بزاف ديال الناس اللي كيبانوا راسهم هما المؤمنين. وبالتالي ملي كتمشي تشوف هاد الإرهاصات أخويا السلاك هي إرهاصات خطيرة. علاش أنا قلت الصراط مستقيم؟ الصراط مستقيم لأنه عندك يوليني ديك لا ليني، خصك ما تطيحش وتبقى غادي، وفي نفس الوقت راك حاضم وراك 40 مليون ديال المواطنين باش ما يتضاربوش بيناتهم على داك الصراط، ويطيح واحد في الفخ ولا يطيح واحد في المطبه ولا يطيح واحد كذا، ونبقاو حنا دائما لما نأسوا والخطاب الاعتدالي، خطاب اعتدالي ما فيهش التكفير، ما فيهش التجريم، ما فيهش العنف، ما فيهش هادي. علاش حنا هاد الاخ ديالنا مثلا ملي داز العنف، لا مرفوض انك تدوز للعنف. راك تدوز للعنف راك بحال اللي راك ملي تدوز للعنف راك بحال اللي دزت لواحد المرحله ديال صافي درت اناكت، واخا قلتو درتو داك لاكت صاي الى في. وبالتالي الاخوان نخلي خويا السلاك يكمل، تفضل الكلمه عليك. ونتمنى اننا نكونوا فهمنا علاش دار هذا اللايف. هذا اللايف ما دارش على السي محمد الفيزازي، وما دارش على السي محمد الانجري، وما دارش على بانو مازيغ وكيفاش كيدافع، لا هاد اللايف دار على كيفاش تكون مغربي وتحترم خوك وما تدخلوش في خصوصياته وما تقررلوش في هويته وما تقررلوش في كيفاش يعيش ولا شنو يدير. عندك شي اختلاف مع خوك، علاش انا كنقول السي محمد الانجري القانون، عندك اختلاف لابد من اللجوء الى القانون. لان علاش؟ القانون هو اللي ممكن يكون الفيصل، اللي ما يخليش اننا نتلاقاو واحد البلقنه على المستوى الرقمي اللي يجيو معايا 10 ومعاك 10 انا، ونوصلوا لديك المرحله ديال انه تتفجر الامور ونوليو في صراعات. الشيء الواقع الان في هذا التيك توك هذا، وانه كاين بلقنه، كاين اصحاب فكر ضد اصحاب فكر وما كيعرفوش بعضهم، وناس رقميين ما كاين غير الصوص ديالهم اللي كيوصل، وكنوليو في واحد المرحله اللي ممكن تأسنا العنف كيبان عند واحد الناشئه صغيره ويمشي. تفضل اخويا السلاك، كلمه عليك. الله يزيد فضلكم ما نطول. شوف غير المهم غير اضافه بسيطه على هادشي اللي كتقول، ونحييك مع التوازن الفكري، لان هادشي اللي كنقلبوا عليه حنايا في هاد بناء هاد الدوله المدنيه. وملي كتقول دوله مدنيه باغ ديفينيسيون راه خاصنا نتخلاو على العصبيه القبليه، لان قبل ما كتبنى دوله مدنيه شنو هي الدوله المدنيه؟ هي مجموعه الناس يمكن ما كتجمعهم حتى شي حاجه كتجمعهم هذيك الدوله، مع العلم ان حنايا جا معنا تمغرابيط، جا معنا هاد الدارجه، جا معنا الشلحه،
جا معنا هذيك الهزان ديال الكتاف اللي تعني انه جا الوقيته ديال الحصاد، وحنايا كنشكروا الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي عطانا، كنشطحوا وكنفرحوا وكنقولوا ها الحصاد ها هو جا. هذيك الهزه ديال الكتف اللي سمعت قبيله راه ماشي غير هكاك، حيت غادي نديروها في سميتو في واحد الخانه ديال هذيك غير هزه الكتف. هذيك السيده اللي دايره الوشام راه دايره الوشام، عارفه علاش دايره الوشام؟ لان عنده تاريخ هذاك الوشام. بحال هذاك السيد اللي غايجي غيقرا ليا واحد القصيده ديال المتنبي، حتى المتنبي راه عنده تاريخ، حتى هو كنزيدوا عندي كما كنقولوا لها كرصيد. هذا الرصيد كامل حنا فخورين به وكنسميوه تمغربيت. اذا ما كانش هذاك الشرح وهذاك العربي بجوج بيهم خدامين باش يوصلوا لي انا حولي في العيد، راه العيد ما غيكونش. هذيك الدلاحه اللي انت كتاكلها في الصيف وكتقول اللهم لك الحمد، شكون اللي جابها لك؟ راه يمكن جابها لك شحال ولا جاب. اذا هذه اللحمه هذه اللي كنسميوها حنايا تمغربيت، ملي كتجي للنيفو ديال الدوله اللي هو شخص معنوي في علاقته مع دول وحدين اخرين، منهم البنك الدولي، منهم الامم المتحده، منهم ميريكان كدير عليك ضغوطات، منهم فرنسا ما باغياش تعترف حتى كتولي كتعترف وهي غاده. هادشي كامل خاصنا كاملين نساهموا فيه، وما خاصناش يطيحوا لنا وليدات بحال هادو اللي مرسي الهندوز في خانه هذيك العصبيه القبليه اللي كتولي كتستنى هذيك اللحمه، وتما كنطيحوا كاملين. اذا طاح فينا غير واحد راه بحال هذا طحنا كاملين. انا بالنسبه لي هذا الشاب هذا ومنه عدد ما هو الا مظهور ديال واحد المشكله عويصه اللي اصلا هي ما كانش خاصها تكون، ولات دابا كدير لنا ضحايا، ولات دابا كتعطينا ضحايا. واش تبغي ولدك يكون ضحيه بحال هكا؟ لا. واش كتظن بان والدين هاد الشاب هذا كانوا باغيين يولي ضحيه؟ لا. شكون المسؤول؟ المسؤوليه مشتركه بيناتنا كاملين، حتى ديال هذاك اللي جالس كيتصنت ولا اللي غيكتب شي حاجه في صدد وعنده الحق ولا ما عندوش الحق. حريه التعبير، حريه التعبير خصها تكون ماشي مطلقه، ما غتلقاهاش مطلقه حتى في شي بلاد من بلدان العالم، هي مؤطره. دونك هاد اللوتي اللي دابا كنتصل به انا والهندوس اللي هو كيسمعني من بلاد وحده اخرى بعيده، هاد اللوتي راه مسؤوليه سيف ذو حدين. ياك علاش انا كنقول هاد لا ديسكوسيون كخاصها تجبد وتكون معممه بشحال هادي، داخل فيها بزاف ديال المتدخلين. ملي كنقولوا الهاكا، فاش كيخرج لنا واحد باغ اكزومبل كيقول لك كلنا اسرائيل، انا غير هذه واحد اليومين طلع عندي واحد قال لك كلنا اسرائيل. شكون اللي قالها؟ قالها واحد عنده صحيفه، عنده بوفوار ديال توجيه الراي العام، ومعطيلو سميتو معطيلو الحق انه يمارس الصحافه، وباسم واحد التوجيه معين ما عرفتوش انا منين جاي، كيقول لك كلنا اسرائيل. كيخرجوا له 3 مليون ديال المغاربه كيتبين بان ماشي كلنا اسرائيل. ولكن فين هي الهاكا اللي غتقول هذاك بان من المبادئ الاساسيه ان فلسطين مكتوبه عندنا في الكونستيتيسيون ماروكان؟ واخا ما كنبغيش ندخل في هذا الموضوع واسمح. لا 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 مزيان 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 مزيان. شوف اخويا السلاك، انا مؤخرا بقيت كنتسائل. نعطيكم مثال بسيط. ياك سا ماجيستي هو اللي عنده الحق في العفو الملكي، ولا عنده الحق في العفو الملكي. تخيلوا معي انه جرائد اللي كتاخذ من ميزانيه الدوله وكتاخذ الدعم ولات كتطعن في العفو الملكي بشكل او باخر. تخيل معايا، جرائد ولات كتطاول على بزاف ديال الامور اللي حتى السياسي في حد ذاته. الكلمه تتطاول ديال بصح والله الا معك تتطاول. انا نقول لك واحد القضيه حتى وصلنا لواحد الوقاحه كما سمتها اختي امازيغيه. وقاحه ماشي. شوف الاخوان، انا راه عندي واحد العقل ديفيرون بيني وبين الله، ما عرفناش نموتوا نحياو غدا. ماشي كنقول ان الملك زعما ما يمكنش كاع يكون مجال للخطا، لا انا اؤمن بان الملك ديال البلاد حتى هو يقدر يكون في امره خطر خطا وبالاكثر من ذلك. حتى في الدين ديالنا الحنيف كاين النقاش وهذه. وحتى هو علاش داير المستشارين كاع؟ ملك البلاد مثلا علاش داير المستشارين؟ لانه يستشيروا معهم
وما دام هنالك مستشارون في هذه وفي هذه وفي هذه، انه ما يمكن